السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. النهارده بقى هنعمل بطاطس اللي هي لوتجس. حلة على النار فيها مية. هنا البطاطس انا غسلاها اهو زي ما انتوا شايفين. هنسيب لما المية تغلي خالص، واول ما تغلي هننزل بالبطاطس. كمية البطاطس اللي انت هتعمليها انا عاملة حوالي كيلو اهو، نزلنا بيها. اول ما تغلي هنسيبها تغلي كده 10 دقايق ونشيلها، لان احنا مش عاوزينها تنضج قوي، هتبقى في بداية النضجان وندفع عليها. هنسيبها لما تبرد خالص، بعدين نجيب البطاطس ونبدأ نقطعها شرايح كده بقشرها، مش هتقشريها او بالطريقة ديت اهي كده. هتقطعي كل الكمية اللي عندك بالطريقة دي هو كده. والكبيرة هتقسميها على نصين، يعني دي كانت كبيرة اهي، هقسمها نصين. وهبدأ اقطع كمية البطاطس اللي عندي الكيلو اللي انا عاملاه بالطريقة دي، وطعمها جميلة جدا وزيها زي اللي بنجيبها من بره بالظبط اهو كده. طبعا هنا هو انا قطعت الكمية الكيلو او كيلو وحاجة بسيطة اهو كده. هتبدأي بقى تفرطيها من بعض بالطريقة ديت، عشان لما تحطي عليها التوابل والحاجات بتاعتها هو كده. هنجيب بقى طبق خارجي، يعني طبق غير الطبق اللي فيه البطاطس، هتحطي فيه التوابل ديت اللي هقولك عليها. هتحطي توم باودر وبصل باودر وملح. طبعا كل التوابل دي حسب رغبتك انت وحسب الكمية اللي هتعمليها. هتعملي كمية قليلة هتقللي، هتعملي كمية كبيرة هتحطي كمون. بعديها فلفل اسود، طبعا حاطه كميه فلفل اسود مش كتيره قوي عشان اولاد. وبابريكا عفوا. ومعلقه نشا كبيره زي ما انتوا شايفين كده، كبيره مليانه هرم. ومعلقه صغيره من الصلصه، معجون الصلصه يعني. وهتحطي زيت، حوالي 3 معالق زيت، زيت زيتون، زيت طعام، يعني اللي انتوا عاوزينه براحتكم خالص، ليكم حرية الاختيار. هنقلب المكونات دي ببعضيها كده بالطريقة دي لحد ما كلها تدوب في بعض وتدوب في الزيت، ما تكونش فيها حاجات مكلكعة. وبعد ما قلبناها كويس قوي هنجيب البطاطس تاني ونبدأ ننزل بيها بالتوابل اللي احنا حطيناها ديت اهي بالطريقة دي. هتنزلي بالكمية اللي انت عملتيها، طبعا الكمية التوابل حسب كمية البطاطس اللي هتعمليها. وهنبدأ نقلبها كده. انصحك بلاش تقلبيها بمعلقة، قلبيها بايدك عشان ما تعملش يعني. بعديها بقى هنجيب صينية او صاج، او شوفوا هتحطوها في ايه، وتدخلوها الفرن على درجة حرارة 200 واول ما تنضج خالص وتبقى مقرمشة هنشيلها ونقدمها بالطريقة اللي احنا عاوزينها، مع مايونيز، كاتشب بقى، مستردة، اللي انتوا عاوزينه. واستنوني فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك.